لا يمضي عام في الصومال دون أن يكون للموت نصيب من الصحفيين. هذه الجنازة التي يشارك فيها عدد كبير من الصحفيين هي لزميلهم عبد السلام حيس الذي قتله مسلح بزي عسكري فمضى في سبيله دون أن يعاقبه أحد. مشهد كهذا يتكرر بين الحين والآخر ويدفع ثمنه من بقي من الإعلاميين في بلد محفوف بمخاضر الحروب والقلاقل الأمنية. الانتهاكات ضد الصحفيين تزداد خطورتها يوما بعد يوم، ويصعب محاسبة الأطراف المعنية عن أمن وسلامة الصحفيين لأن البلاد غير مستقرة. السجن والتهديد والقتل المتعمد هي جزء من يوميات صحفي الصومال. عبد عود صحفي ومذيع بإذاعة محلية، مر بأيام عصيبة من السجن والتهديد. حدث هذا بمجرد خبر بثته الإذاعة التي يعمل لديها. سجنت في زنزانة تحت الأرض، فلم أعد أميز بين الليل والنهار، وتعرضت لشتى صنوف الاعتداءات والتهديدات، وأحيانا كنت أخشى على حياتي. ولعل ما يسهم في تأزم وضع الصحفيين في الصومال حاليا هو غياب القوانين التي يمكن أن توفر لهم الحد الأدنى من الحماية داخل البلاد. وإزاء ذلك فإن الحكومة الصومالية بسدد سن قوانين تراعي حقوق الصحفيين. في العام الماضي حدثت انتهاكات بحق الصحفيين وهو أمر مؤسف قمنا بإدانته، ونحن كحكومة وبالتعاون مع الهيئات الوطنية نستخدم كل الإمكانيات والوسائل المتاحة لضمان سلامة الصحفيين. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الصحفيين إلا أن ذلك لم يثني الكثيرين منهم عن نقل الحقيقة أيا كانت التبعات المترتبة على ذلك. بين صعوبة الحرب وتعقيدات تداعياتها تزداد وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين الذين ما أن يلوح لهم أمل في ظروف عمل أفضل حتى تأتي مفاجآت تبدد كل روح للتفاؤل. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.